أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوين. النهاردة أنا مش جاية أقول كلام حماسي ولا شعارات. النهاردة جاية أكلمكم عن سر هادي خالص، سر يمكن يكون هو الدواء اللي بندور عليه في عز زحمة الدنيا والضغط اللي بنعيش فيه كل يوم. النهاردة حكايتنا عن العطاء وأثره على القلب، عن اللمسة السحرية اللي بتحصل جوانا لما بنقرر نكون سبب في ضحكة حد تاني. ساعات بنحس ان قلبنا تقيل ومطفي، وبنبقى فاكرين اننا محتاجين حد يواسينا او حاجة تفرحنا، بس الحقيقة اللي بنكتشفها لما بنجرب هي ان الشفا كله بيبدأ لما احنا اللي نمد ايدينا بالخير. العطاء مش معناه خالص انك تكون غني او معاك فلوس كتير. العطاء الحقيقي هو عطاء الروح، يعني لما تلاقي صاحبك مخنوق وتديله من وقتك وتسمعه بكل قلبك، ده عطاء. ولما تبتسم في وش عامل بسيط شغال في عز الشمس وتقوله كلمة تكبر خاطره وتثبت خطوته، ده عطاء. ولما تعدي يومك وتسامح حد غلط في حقك عشان تشتري راحة بالك وراحة باله، ده قمة العطاء. السر في الموضوع ده انك في اللحظة اللي بتدي فيها حاجة حلوة لغيرك انت ما بتنقص، بالعكس انت قلبك هو اللي بيتملي وبيروق. النور اللي بتزرعه في عين اللي قدامك بيرد في قلبك انت الأول، وبيغسل كل التعب والهموم اللي شلتها طول اليوم. الواقع بيقول ان الناس اللي متعودة تجبر الخاطر وتدي من غير حساب ومقابل هم اكتر ناس عايشين في سلام نفسي. بيوتهم يمكن تكون بسيطة وحياتهم عادية جدا، بس قلوبهم مليانة بركة ورضا ما يتشريش بكنوز الدنيا كلها. لو قلبك تعبك النهاردة وحاسس ان الدنيا مقفلة في وشك، جرب تخرج بره دايرة التفكير في نفسك شوية وبص حواليك، هتلاقي 1000 باب وباب مستني لمستك الطيبة. فرح حد بحاجة بسيطة، شيل حمل عن حد تعبان، اطبخ أكلة حلوة بنية تسعد بيها ناسك في البيت، وشوف بنفسك ازاي اللحظة دي هتقلب يومك كله لطاقة نور ورضا. وفي حكاوينا النهاردة حبينا نقول ان الدنيا ساعات بتنسينا نفسنا وتخلينا نجري ورا الماديات وبس. اللي بيفضل حقيقي وبيعلم في الروح هو الأثر الطيب والكلمة اللي جبرت قلب مكسور. العطاء هو الحياة الحقيقية، وهو النور اللي بيملى دنيتنا بالخير والبركة. يا ريت النهاردة نجرب نعيش بنية العطاء ونشوف ازاي قلوبنا هتتغير وتصفى وتبقى أجمل. شاركونا حكاياتكم، هل جربتوا قبل كده تدوا حاجة بسيطة وحسيتوا إن قلبكم هو اللي فرح واطمن؟ وإيه أصغر حاجة ممكن نعملها النهاردة وتكون سبب في جبر خاطر حد حوالينا؟ شاركونا برأيكم ودعواتكم، وقلوبكم بالراحة دايما. منتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.